اللحظات اللي اكتشفوا فيها غرق السفينة كانت مرعبة جدا. كل واحد ناجي كان حاسس انه الوحيد اللي عايش من كتر ما حواليه الجثث. في جثث لسه موجودة لحد النهاردة في المية، وفي ناس بتروح تغوص هناك عشان تشوف المقبرة اللي تحت المية. في ديسمبر 1991 طلعت عبارة سالم اكسبرس في رحلة الناس متعودة عليها لانها طلعتها قبل كده عشرات المرات. رحلة عادية جدا من جدة لسفاجة حوالي 36 ساعة. العبارة كانت ماشية على نفس المسار من سنة 1988، وكان المفروض توصل 350 راكب لسفاجة وبعدين تكمل على السويس. بس الرحلة دي من البداية كان باين فيها حاجة غلط. كل الإشارات كانت بتقول إنها مش رحلة عادية. أول حاجة، العبارة اتأخرت يومين كاملين في السعودية بسبب عطل ميكانيكي، ورغم كده قرروا تتحرك. أغلب الركاب كانوا مصريين، عمال بمرتبات قليلة جدا، راجعين بيوتهم بعد تعب وغربة. كل اللي كانوا عايزينه يشوفوا أهلهم ويرتاحوا شوية. غيرهم كان في حوالي 150 حاج راجعين من مكة، شنطهم مليانة هدايا وملابس الإحرام. العبارة ماشية عادي والركاب قاعدين على راحتهم، ولما العبارة قربت من ميناء سفاجة فجأة انحرفت عن المسار وبقت ماشية فوق شعب مرجانية على بعد حوالي 6 ل 10 أميال من الشاطئ. الشعب عملت ثقب في مقدمة السفينة والمية بدأت تدخل بسرعة مرعبة. الساعة 11-13 بالليل السفينة اهتزت جامد والأنوار قطعت فجأة. الناس ركضت على السطح بسرعة واكتشفوا الكارثة على طول. السفينة فيها ثقب وبتغرق. الناس كلها بدأت تجري في كل مكان، مش عارفين يعملوا ايه. صراخ من كل مكان، أطفال وعائلات بتدور على بعض وسط الفوضى. وفي وسط الذعر نزل قارب نجاة واحد بس. بعض الناجين قالوا ان افراد الطاقم كانوا بيزقوا الركاب وياخدوا القوارب لنفسهم. ممرضة اسمها حنان صلاح قالت ما كانش فيه وقت ولا تنظيم ولا حد بيساعد حد. في اقل من 20 دقيقة سالم اكسبرس غرقت بالكامل. ناس نطت في البحر في عز البرد، وناس فضلوا على السفينة وغرقوا جوه. اللي نطوا ما كانوش سامعين صوت الصويت بس، لا كمان كانوا سامعين الناس بتغرق جنبهم ومحدش يعرف يساعد حد. كل حاجة في اللحظة دي صغرت قدامهم، الغربة والفلوس والمظاهر، كل حاجة بقت صغيرة قصاد حياتهم. في ناجين ماسكين في أبواب خشب، واحد قضى 4 ساعات ماسك مقداف وسط جثث وكان فاكر إنه الوحيد اللي باقي. واحد تاني فضل 18 ساعة في المية بيحاول ينقذ غيره لحد ما الناس اللي معاه كلهم ماتوا من الإرهاق. الإنقاذ ما بدأش فعليا غير فجر يوم الأحد 15 ديسمبر بسبب سوء الطقس. شارك في الإنقاذ سفن البحرية المصرية، طائرات C-130، هليكوبترات، وكمان دعم أمريكي وأسترالي وقوارب سياحية. تم إنقاذ حوالي 180 شخص بس من مئات الركاب. الأرقام كانت صادمة ومتناقضة. الشركة قالت فقدنا 658 شخص، وأمن المواني قال 589، وفي شهادات بتقول أكتر من 850. عمليات انتشال الجثث كانت صعبة جدا. بعد 3 أيام قرروا يوقفوها عشان بقت خطيرة جدا. السجل الرسمي لخسائر لويدز قال القبطان سلك طريق مختصر غير مصرح بيه وفي طقس عاصف واصطدمت السفينة بالشعاب وغرقت في 20 دقيقة.